هيدي زي ما قلت لكم الإضاءة بتاعة النخل في شوارع أناهايم اللي احنا حوالين ديزني لاند. زي ما قلت لكم ديزني لاند هنا وانت دلوقتي على شمالنا، ودي مجموعة فنادق، وهنا الكونفنشن سنتر اللي هي قاعة المؤتمرات اهيت على ايدك اليمين، تقام فيها معارض ومؤتمرات على طول السنة. نيجي بعد كده هنا هوت فنادق على الجنبين اهيت، كل ديت فنادق، وادي الإضاءة بتاعت النخل هتلاقيها على طول الطريق حوالين الديزني لاند. شكل جميل، والألوان بتاعتها بتتغير كل تقريبا يا 30 ثانية يا دقيقة، يعني الألوان بتتغير على طول، تقريبا 4-5 ألوان مختلفين بيتغيروا على النخل. احنا شفنا قبل كده البيربل اللي هو البيربل، اللهم صل على النبي، اللي هو مش عارف، نسيت. هنا هو قلبت على لون احمر، ده اضاءة النخل اللي في وسط الطريق، منظر جميل على مجموعة مطاعم، على مجموعة محلات، على اوتيلات، كل دي المنطقة بتاعت الديزني لاند. اهم حاجة هنا هوت، ودي حلوة جدا، ان الشوارع مخططة، اماكن عبور المشاة مخططة، وكل واحد بيلتزم بالاشارة بتاعته. العربية بتلتزم بالحارة بتاعتها، زي ما انتم شايفين العربية واقفة ما بين خطين، كل عربية واقفة ما بين خطين في الحارة بتاعتها بالظبط. عند الاشارة في العلامات بتاعة المشاة، هو بيعدي في الإشارة بتاعته وأنا بعدي في الإشارة بتاعتي. ممنوع أي واحد يتجاوز أو يخالف هذه التعليمات المرورية، ودي أولا وأخيرا لسلامة الفرد ذات نفسه، سلامة العربية، سلامة المشاة اللي هم ماشيين على رجليهم، لأنه له حق إن هو تديله حقه. يعني أنت راكب عربية وقاعد ومستريح، بخلاف هو ماشي، بصرف النظر بقى الجو بره العربية شكله ايه، اذا كان حر ولا برد ولا مطر، يعني ده بيأثر. يعني راجل ماشي على رجليه في ظل العوامل بتاعة الجو، لكن انت قاعد في العربية متدفي وتمام التمام، مفيش اي مشكلة. فالأولوية دايما للمشاة، حتى وإن خالف قواعد المرور فبرضه الأولوية له، لأن الراجل ماشي على رجليه، ويعني زي ما قلت لك في الجو المختلف وظروفه ما سمحتش، أو هو ماشي يشتري حاجة أو يجيب حاجة، يعني ما تفهمش الوضع بتاعه إيه، وأنت ربنا كرمك وقاعد في عربية ومستريح. طب ليه نجور على حق اللي ماشي على رجليه؟ اديله فرصته ان هو يعبر الطريق، اديله فرصته ان هو يمشي، بس المفروض عندنا ان يكون في التزام، لان للاسف الشديد لازال عندنا فوضى غير طبيعية في المرور. بلاقي الفرد ماشي مع العربية ما بيلتزمش بالرصيف بتاعه، المفروض يكون ماشي على الرصيف، لان ده امان له قبل ما يكون اي حاجة تانية. يعني يا ريت يكون في عندنا نوع من الالتزام، سواء العربيات او الافراد اللي ماشيين على رجليهم، بالالتزام بالرصيف، ما يمشيش في نهر الطريق يعوق السيارات او يعرض نفسه للحوادث. يعني العملية لو جينا حسبناها ما يعني مش هتاخد ثواني، بحمي نفسي
بحمي الآخرين. فياريت إن احنا نقدر نتعلم الالتزام بالقواعد المرورية، لأن فعلا حقيقي يعني بتريح كل واحد، وهي أمان لكل واحد إن هو يروح بيته بسلام لأولاده لأمه لعيلته بمعنى أصح يعني. فالواحد لما يروح وهو آمن مطمئن أحسن بكتير ما يروح لا قدر الله في أي حاجة حصلت. سواء اللي ركب عربية إن هو يتجاوز ويحاول إن هو يتجاوز العربية اللي جنبه على اليمين أو الشمال وينط ويجي، لو الإنسان حسبها بمنتهى البساطة لا تتعدى ثواني، بيحمي فيها نفسه وبيحمي فيها الآخرين، وفي نفس الوقت بيحافظ على عربيته. يعني زي ما انتم شايفين العربيات ماشية في الشارع كلها بتلمع، مفيش عربية مخبوطة بالشمال، مفيش عربية مخبوطة باليمين، لأن كل واحد بيحاول يحافظ على غيره قبل ما بيحافظ على نفسه. فده شيء رائع وكويس جدا. يا ريت يكون عندنا السلوك الجميل دوت، ان احنا نحافظ على بعض، نحافظ على عربيات بعض، ما نتجاوزش. ما هيش شطارة والله ما هي شطارة ابدا. يعني انا لو حسبتها ما هي الا دقايق ثواني بحافظ بيها على نفسي وبحافظ بيها على غيري. فربنا يحفظ الجميع يا رب ويخليكم لبعض ويخلي مصر لأهلها وتعيش دايما مصر حرة مستقلة بإذن الله بشعبها الطيب الجميل الحلو. دلوقتي أنا خلصت وداخل على العمارة اللي أنا ساكن فيها، هوريكم المدخل بتاعها. اللي هي ديت على الشمال اللي هو 1818 اهو. انا بدخل من المدخل دوت اهو، ده المدخل على الجراج. هذا الجراج بتاعي الدور الثالث تحت الارض. حتى بتشوفوا الجراج مخطط وكل عربية ليها المكان بتاعها، والمكان مرقم بحيث ممنوع ان انا اتجاوز واركن في مكان مش مكاني، والا هيسحبوا العربية. ولما العربية تتسحب في الحالة ديت بروح اجيبها الشركة اللي سحبت العربية اللي عملت لها التوينج بتاخد مش اقل من $400 عقابا ليا ان انا ركنت في مكان مش مخصص ليا. فكل واحد بيلتزم بالمكان المخصص له ويركن فيه، والا عرض نفسه للمخالفه زي ما قلت لكم لا تقل عن $400 عشان يروح يستلم عربيته من الشركه بتاعت التوينج اللي هي سحبت العربيه بتاعته. فطبعا يعني الموضوع مش مستاهل، فكل واحد يلتزم بمكانه ويلتزم بالحاره اللي محطوط فيها. زي ما انتم شايفين كلها مرقمه وكلها متعلمه، وكل واحد متحدد له الحاره بتاعته اللي يركن فيها. انا تقريبا خلاص وصلت اهوت لمكان الباركينج بتاعي. اللي على الجوانب دي مخزن ممكن تتأجره من البيلدينج هنا هون، تخزن فيه حاجات لو انت عندك حاجات متخزنة. انا وصلت هنا هون للمكان بتاعي، بروح داخل فيه كده هوت. وده كان الفيديو بتاعنا، والى ان نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله. معاكم محمد شحاتة، شكرا والسلام عليكم.